السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو بإذن الله غادي نحضروا شباكية اللي كتجي مقومة وكتجي لذيذة ومقرمشة وكذلك شاربة العسل. ان شاء الله بإذن الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. والكمية اللي غادي نخدم في هذا الفيديو كمية ديال كيلو، وراه تبارك الله تيعطيني يعني عطاني واحد جوج ديال الطاسات عامرين، وان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. والا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك الجديد من الوصفات ان شاء الله باذن الله. ونخليكم الان مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لدقيق الفرص، عندي هنا دقيق الفرص يكون نوعيه جيده كيلو. عندي كذلك واحد 100 غرام ديال اللوز اولا كاس د العنبه عامر اللي صهدتو واحد شويه، او ممكن حتى ما تصهدوش لان الشباكيه قوامها كيطيب معاها كيتقلى. ديك الكاس د اللوز اللي مطحون ومغربل، وكذلك كاس ديال الجنجله اللي هو 100 غرام مطحون ومغربل، كذلك اصفر بيضه. عندي واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، واحد المعلقه كبيره ممسوحه ديال النافع، وعندي هنا حبيبات ديال المسكه الحره تقريبا واحد 5 الحبات اللي دقيتهم مع شويه سكر سنيده، كيس ديال الخماره الحلوه. هذا بالنسبة للنواشف. بالنسبة للسوائل عندي هنا واحد كأس صغير مملوء ديال الزيت النباتية، كأس صغير مملوء ديال الزبدة مذوبة، ممكن تكون مارغرين ولا زبدة نوعية جيدة اللي درتو. وهنا عندي واحد 8 ديال المعلقات كبار ديال الخل كيعطيوني واحد الهشاشة لهاد الشباكية. هنا عندي واحد كاس صغير ديال الماء اللي مذوبة فيه زعفران الشعرة. وهنا عندي واحد الكاس لونص ديال المزهر، ولكن راني زدت يعني ضروري يعني السوائل كيبقاو على حسب الدقيق واش تيشرب اولا. تقريبا درت جوج كيسان د العنبه ديال المزهر هما اللي يجمعوا ليا هاد العجين، ويكون مزهر نوعيه جيده. صافي هادو هما المكونات ديال الشباكيه ديالنا. كنضيف او النواشف مع بعضياتهم باش ندمجهم. درت الدقيق، الزنجلان واللوز. بالنسبه للزنجلان حتى هو مهم يكون منقي ومغسول ومشمش صافي، ماشي ضروري يتحمر لان مازال كيتطحن يعني كيتقلى راه كيطيب. ودرت قبيصه د الملحه، كيس ديال الخمره د الحلوه، ضفت القرفه، حبه حلاوه النافع عفوا، وهذيك المسكه الحره. المهم هادو هما النواشف اللي عندي، تندمجهم مزيان باش ملي كنبقى نضيف السوائل كيكون يعني هذا الخليط الناشف كيكون مندمج مزيان. عاد نبقى نضيف السوائل. بالنسبه للكيلو ديال الدقيق الفرص راه تندخلو فيه كاس د العنبه ديال اللوز، ممكن الا ما بغيتوش ديروا اللوز ديروا جوج كيسان د العنبه ديال الزنجلان، لان اللوز هذه هي الكميه اللي غادي تدخل لي في كيلو. الا كثرنا راه تيقصح لي الشباكيه وما تجي وكتبقى تقطع، يعني من الاحسن هذه هي الكميه اللي صالحه الكيلو. درنا جوج كيلو نديرو 200 غرام د اللوز، وحنا غاديين تنضاعفوا الكميه. صافي هنا ضفت الزيت والزبده والمزهر والخل كذلك. هنا نسيت داك اصفر بيضه، راني حتى الاخير عاد هاد نضيفو حتى هو في الاول. هنا اصفر بيضه كيعطيني واحد القرمشه زوينه لهاد الشباكيه. وكي كتشوفوا عجنت الخليط ديالي وكنضيفو ما زهر غير بشويه حتى كيتجمع لي العجين. والعجين ديال الشباكيه راه تيبقى قاصح، ما خصوش يكون خفيف باش ما تعذبناش ملي نبغيو نشبكوها. المهم هنايا راه حيت واحد جوج طريفات ديال اللوز كان مازال لي قاصحين حيتهم لان غادي يقطعوا ليا العجين. المهم من الاحسن داكشي كله نغربلوه. صافي هنا تندلكها واحد شويه. كيلو راه دغيا ما تياخذش الوقت، حتى 10 دقائق كنعطيو لها ديال الدليك باش كتنسجم لي ديك المكونات فقط. وهنا كنجزئها لخمسة ولا 6 ديال الكويورات، ولا كنخليوها ترتاح شويه مع ما تطلق. ممكن نخليوها غير واحد نص ساعه. انا هنا كان عندي الشغل خليتها تقريبا شي ساعتين، عاد رجعت باش نخدمها. صافي هنا كناخذ الكويره ديالي تنطويها بهذا الشكل على 4 باش كتجيني مجعبه ومهويه من الداخل تتشرب ليا العسل. نطويوها بهذه الطريقه. وكنولي نطويها جوج مرات، ومن بعد تنطلقها ونبدا نقطع بالجراره ديالي هنايا. المهم هي من الاحسن تخدموها رقيقه باش كتجي زوينه. وكندير هكا في بلاستيك باش دغيا تنسالي.
كنزيد نطلقها شي شويه، كنبدا نشبك. هنا اللي عنده لا ماشين اللي تيخدم بها يخدم بها، انايا هنا خدمت غير بالدلاك لان كيلو كميه دغيا كنساليوها. صافي هنا تندير كي كتشوفوا 4 ديال الخطوط في الوسط وتنقطع، وكندير دوك جوج الاولين على جوج الثانيين بهذه الطريقه، وتنولي نقلب، وداك الجزء الاخير كنردو للجزء الاول، وكندير هكا صبعي في الوسط وكنرد العجين هكا على صبعي، كنضغط مزيان باش ما تحلش، وتنقلبها ونضغط على جوانب، وداك الجانب الا كان شايط بزاف نقص منه. وهذا هو الشكل ديال الشباكيه ديالي، كيجي الشكل ديالها زوين، نرققوها باش تجي زوينه. صافي راه الطريقه ديال التشباك اللي هي ساهله وبسيطه. كملت هكا، هذه هي الكميه اللي عطاتني هذا البلاطو، وهاد جوج صينيات يعني عطاتني تبارك الله كميه ديال جوج طاسات عامرين. هنا راه خليتها باتت حتى لغد ليه، عاد نضت نقلي فيها، درت الزيت حتى كتسخن تماما وكتبقى تطرطق، عاد تنرد العافيه متوسطه، وكنبقى ندير الشباكيه ديالي تقلى. من الاحسن العافيه تكون متوسطه ماشي مهيله باش ما تجيناش يابسه، وفي نفس الوقت ماشي مجهده باش ما تخطفش وتلون غير من الفوق تحمر ويبقى القلب ديالها خضر. لا، ضروري عافيه متوسطه حتى باش تطيب من الداخل وتعطيني اللوين من برا. ومن برا راه ما خصناش نخليوها تحمر بزاف، يعني ملي تديرها في العسل تاخذ عاود داك اللوين ديال العسل باش ما تجيش اللون ديالها مغلوق. هنا كنخليها حتى كتشد راسها، تنقلب عاود الجزء الاخر. صافي ولي زولتها كنطفيها في العسل وهي سخونه باش كتشرب ليا داك العسل. العسل راه درتو عادي ما سخنتو ما والو، راه هو ملي تبقى تحطي فيه الشباكيه راه تيتطلق. وكنستمر حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. وهذه هي الشباكيه ديالي، كتشوفوا راه كتجي مذهبه، كيجي الوين ديالها زوين. هنا من بعد ما طفات في العسل حيدتها درتها في هاد الشبيكه ولا اللي كان باش تسقطر، وهذا هو الوين ديالها كيجي مذهب. وهذه الشكل النهائي. راه رشيتها بشويه الزنجلان اولا رشوا بالافيلي ولا اللي بغيتو باش تزينوها، وان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وهنايا كتشوفوا راه انا كتعجبني هكا رقيقه، كتجي هكا مشوكه، كتجي زوينه ومقرمشه احسن من اللي غليظه، وكل واحد وشنو تيفضل. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم جزيل الشكر. الى فيديو مقبل ان شاء الله، مع السلامه.